السلام عليكم ورحمة الله، كنرحب بكم في هذا الفيديو جديد واللي مشيت لكم فقاس باللوز بواحد الطريقة اللي ساهلة ولذيذة بالحليب. ما كيخرجش حتى كسور، كيخرج كله ناجح 100%. عندي جنجلان وعندي النافع، اللوز، سنيدة، الزيت، الخميرة، الفاني، قبيصة ديال الملحة، 3 البيضات والفورص. دابا غنعطيكم المقادير. غنبدا على بركة الله. عندي 3 البيضات كبار، الا كانوا بيضات صغار كديري 4 البيضات. وغناخد واحد البيضه اللي غناخد البيض ديالها غنضيفو، والصفر غنخليه باش غنزين بيه الفقاس. غنضيفو الحليب، انا غنضيف نص كاس ديال الحليب. الا بغيتي الفقاس ما يخرجش لك شي كسور وكيخرج كله، يعني حتى حاجه ما كتضيع فيه. ضيفي نص كاس ديال الحليب ولا 3 المعالق ديال الماء الزهر. اما باش تضيفي البيض والزيت والسنيده راه لابد كيتهرس. انا عطيتكم السر ديال الفقاس اللي بغيتيه يجي ناجح معاك 100% وما كيتهرش. دابا غنضيف على داك البيض والسنيده، كنضيف هذوك 2 فانيات، قبيصه ديال الملحه، وكنحاول ندخل هذا البيض مع السنيده، كنحاول ندوبهم، كنخلط مزيان السنيده مع البيض حتى كيتجانسوا. وعندي كاس اللي عبرت به السنيده غنعبر به الزيت، كاس عامر بعبار العلبه. وعندي 2 معالق ديال حبه حلاوه النافع، اللي بغى يضيفو واللي ما بغاش يضيفو كيكتفي غير بالجنجلان واللوز وبالفاني. عندي جنجلان تا هو اللي مصاهداه، اللوز غسلته غير غاسله بالماء على الماء عادي. وعندي نص كاس ديال الحليب كما قلت لكم، وخميره عندي خماره ونص. دابا غنضيف الزيت وكنحاول ندخلو، ما يبقاش عندي الزيت كله كيدخل مع البيض، كيولي عندي واحد الخليط اللي خليط واحد، يعني ما كاينش الزيت، ما نخلوش الزيت، ندير نخدموا الزيت والسنيده والبيض نحاولوا نخدموهم مزيان. ومن بعد نضيف اللوز اللي مغسول، وغنضيف نص كاس ديال الحليب. انا راه جربت فقاس غير بهاد الماء بلا حليب راه كله جا مهرس، يعني كله ضاع. وانا ما بغيتكمش تطيحوا في الغلط اللي طحت فيه انا، حيت البنات بزاف حاطين في القناه غير بالزيت والسكر والبيض. راه واخا يكون الفران بارد راه كله كيتهرس، كيما درتي معاه كيتهرس، كيجي يتفرتت. والفقاس خصو يكون شاد في راسو، وبهاد الطريقه الا جربتوها راه غادي تنجح معاكم 100%. صافي دابا كنبدا نضيف الدقيق وكنجمع العجينه ديالي. غنضيف هذيك خماره ونص، ضيفي حتى لجوج خمارات ديال 7 غرام. انا راه عندي الخماره ماخذ منها شويه، ضيفي 2 خمارات ولا خماره ونص. صافي وكنبقى نزيد في الدقيق وكنجمع العجينه حتى كتجمع ليا واحد العجينه اللي كتكون مني غنحربلها ما كتنزلش، كتبقى شاده في القوام ديالها، يعني ما كتهبطش ليا العجينه. الا كانت كتهبط نعرفوا العجينه مازال محتاجه شويه دقيق. صافي وكنبقى نجمع في العجينه ديالي وكنزيد الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على عجينه اللي متماسكه كما غتشوفوا. المهم ما نضيفوش الدقيق مره واحده، كنضيف الدقيق وكنخدم في العجينه. ودابا كنحصل على هاد العجينه اللي غتشوفوا شاده في راسها. غنحاول نخرج منها 4 الحرابل على قبال لاطا. اللي بغى يديرها على 3 يديرها، انا غنديرها على 4. وغادي يخرجوا عندي يعني الحرابل غيخرجوا عندي كبار. وانتم غتشوفوا الفقاس عندي راه درتو كبير هاد المره. نقطع العجين على 4، قطعتها من النص وغنعاود نقطع على 4. صافي وكنبدا نحربل فيهم ونحط في اللاطه دهنت بواحد شويه ديال الزيت.
ما فرشت ليها لا ورق لا والو، دهنت غير بشويه الزيت، حيت بعض المرات داك الورق تا هو الا ما دهنتيش كيلصق. الا بان لينا شويه ديال العجينه نحيدوها، باش هانتوما حيدتها ما كيبقاش يتلصق ليا العجينه صافي. وكنبدا ندخل، الا بانت ليا شي لوزه خارجه كندخلها الوسط وكنحربل. نحاول بغيت نديرو مانا كبار كنخلي العجينه شويه غليظه، الا بغيت نرقهم بغيت الفقاس يجيني صغير ولا متوسط على حسب الحجم اللي بغيت، راه مازال غادي تخمر ليا العجينه وغيضاعف الحجم ديالها صافي. كنبقى كندخل في اللوز الا بانت ليا شي لوزه خارجه، وكنقاد ونحطهم في قلاطه بنفس الطريقه اللي غنخدم نخدم بها الحربول الاول. كنبدا الحربول الثاني ونفس الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي. مهم هاد الفقاص راه ما كيضيع منه حتى شي حاجه، كما قلت لكم نتوما غتشوفوا كيتقطع بكل سهوله، وما بيتو ما خليتو لا ليله كامله ولا 3 السوايع، ما كاملاش نص ساعه قطعته. وبالنسبه للدهن غندهنو بهداك الصفر ديال البيضه مع واحد شويه ديال الكاكاو ولا شويه ديال نيسكافي، باش ما بغيتو دهنوا لي لوجه ديالو كدهنوه صافي. كناخذ واحد الشيته بحال هكا وكندهن ليه الوجه ديالو مزيان حتى الجوانب. لجقد بالنسبه للكاكاو ما كينزلش، يعني كتدهني الفقاس ما كينزلش هذاك الخليط اللاطا، كيبقى شاد في راسو، وملي كتزينوم كيبقى محتفظ على ديك ملي كتزينيه ما كينزلش هذاك الخليط، كيبقى شاد في راسو، كيبقى ديك كيعطي واحد اللون. هذا الكاكاو كيبان الفقاس كيبان فيه ديك كما نقولوا حنا هاد الزواق اللي زوقته كيبقى باين صافي. كناخذ واحد الفورشيط وكندير هاد الاشرطه. كلشي الناس كيعرف كيفاش كيزينوا الفقاس، وما يكونش فران سخون كما قلت لكم. دائما الفقاس كيبغي الفران بارد. غنشعل ونقص العافيه نخليها مهيله بحال الشمعه، وكندخل لاطا الفوق. وغنرجع معكم دابا باش غنوجدوا البهله غنديروها بالزبده. عندي الزبده، عندي جنجلان، وعندي اللوز، عندي الزيت، سنيده، خميره، وعندي الملحه وشويه ديال القرفه، وانا غنقول لكم كل حاجه بالقياس. وعندي الدقيق، عندي كاس ديال الزيت عامر. اللي عبرت به كاس ديال الزيت غنعبر به كاس ديال السنيده عامر. عندي الزبده كاس حتى هي، قبيصه ديال الملحه، عندي كاس عامر زبده وكاس عامر زيت، وعندي السنيده كما قلت لكم. كاين اللي كيبغي يضيف حتى 2 كيسان ديال السنيده، انا ضفت بحال كاس ونص. وكنخدم هاد السنيده والزبده والزيت كنخدمهم بحال هكا كما كتشوفوا، طريقه سهله. حتى هاد الكاس اللي عبرت به ماشي كاس ديال العنبه، هاد الكاس اللي عبرت به كيهز كاس تقريبا الا عمرتي حتى الفوق كيهز شي كاس وربع. وانتم ديروا كاس سنيده وكاس زيت. دابا غنزيد الفاني، عندي 2 فانيات. وبقى عندي دابا كاس ونص ديال اللوز وكاس جنجلان، وناخذ واحد رويس معلقه ديال القرفه كتعطي المذاق زوين مع اللوز. وعندي نص معلقه صغيره ديال الخميره معجونه. غنضيف كاس ديال الجنجلان بعبر العنبه. الجنجلان شديتو شويه حمرته، اللوز تا هو محمر ومهرمش.
اللي بغى يطحنو مزيان ما يبانش، ولكن كيبقى مهرمش، كتحسي باللوز كاني كتاكل الباله، كتجي كتقرمش وكيجي فيها مذاق اللوز زوين. هانتوما كما تشوفوا راه درت كاس جنجلان وكاس ونص ديال اللوز. دابا غتبقى عندي الخميره، نص معلقه صغيره ديال الخميره معجونه، وكنخدمها حتى هي بحال هكا. دابا غيبقى عندي غير الدقيق والخميره، كنخدمها مزيان بحال هكا حتى كتدخل هذيك الخميره، كتدخل حتى هي الخليط. صافي دابا غنضيف الدقيق نضيفوه بشويه بشويه. انا ما غنعطيكمش القياس، انا تقريبا درت هزت ليا شي 6 كيسان ديال الدقيق. نتوما على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيهش. صافي دابا غنضيف الخميره. ضفت ساشي الاول ديال 7 غرام، وغنضيف الساشي الثاني. ضفت انا 2 ساشيات ديال الخميره، نتوما يمكن تضيفوا حتى 3 ساشيات. صافي وكنبدا بحال هكا نحاول ندخل هذيك الخميره، كندخلها للخليط، وكنزيد الدقيق مره حتى كتجمع ليا العجينه. من بعد غنحاول ندلكها. وسمحوا لي رانا عيان بزاف، رانا كنقول لكم في المقادير وبحال شويه عييت مع سميتو، صايبت بزاف ديال الحلوى، عييت وما بقيتش قادره ما كرهتش على النعس. صافي كنخدمها مزيان هكا. صافي حتى كنحصل هاد العجينه، ها هي كما كتشوفوا. الا ضاعفتوا المقادير ديال 2 كيسان كتضيفوا 3 الخميرات. انا راه 3 الخميرات ومعلقه ديال الخميره معجونه. صافي نتوما كتشوفوا راه ما كتشقق ما والو، كلها غنديرها هكا كويرات على حسب الحجم اللي بغيت، وكنحط في اللاطه. بنفس الطريقه كنبقى حتى كنكمل هاد العجينه اللي عندي. والبهله كتبغي الفران سخون، انا ملي غنحيد الفقاص غادي يكون الفران سخون. صافي كنخلي العافيه غير من التحت، كنقص ثاني العافيه كنخليها مهيله، وكندير اللاطه وكنخلي العافيه من فوق من الحلوى. هانتوما خرجت الفقاص، ها هو كي جا راه تبارك الله كبير. ها خرجته، غطيته غنخطيه بواحد السريبيته واحد شويه فازقه، كنعصرها مزيان كتكون، وكنبدا نقطع فيه. ما كان يعني في وقته ما خليتوش واحد المده كما قلت لكم بزاف. هانتوما راه ما كيخرج حتى شي كسور. الموس يكون ماضي. صافي كنبقى بنفس الطريقه. هانتوما شوفوا الفقاص كيجي ناجح 100% وما كيضيع منه حتى شي حاجه. وإلا ما دخلتوش الحليب ولا شويه ديال سميتو المزهر، راه كله كيضيع، كله كيتهرس وكله كيضيع. كنمشي بنفس الطريقه كنقطعو وغنديرو في اللاطه، وما تغفلوش عليه. يعني من يكون يتحمر يبدا يشد في اللوين، ما تغفلوش عليه ديك الساعه. هانتوما انا ندخلو الفران، شوفوا انا حمرتو، وهانتوما باقا عندي الكميه. والبهله هي ملي دخلتها الفران كما قلت لكم وخليت العافيه مهيله حتى تشقت كامله عاد باش طلعتها الفوق. جبت لكم وصفه اللي ناجحه 100%، نتمنىكم تجربوها وبالصحه والراحه.
وعيد مبارك سعيد على الجميع، على جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. كنتمنىكم تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله. نتلاقى معكم في فيديو جديد، إلى اللقاء. فوق الضوايا باش نحيد